واحد بيحكي بيقول انا معايا ممرضه في المستشفى لسه مستلمه شغلها من حوالي 3 شهور، وحقيقي انا عمري ما شفت حد في جمالها ولا حلاوتها ولا اخلاقها، لدرجه ان انا اعجبت بيها من اول ما شفتها. بس هي على طول مع نفسها ومش بتتكلم مع حد غير على قد الشغل وبس. ومن حسن حظي قابلتها امبارح وهي خارجه تجيب فطار ليها ولزمايلها، وساعتها المطعم كان زحمه جدا وهي مش عارفه تشتري حاجه من كتر الناس اللي واقفه. فقلت لها انت عايزه حاجه اجيبها لك يا مس مريم؟ قالت لي عاوزه اشتري سندوتشات بس مش عارفه اجيب من كتر الزحمه. قلت لها عايزه ايه بالظبط وانا اجيبه لك؟ قالت لي مش عايزه اتعبك معايا. قلت لها ولا يهمك تعبك راح. المهم خدت منها الورقه وجبت لها اكل ليها ولزمايلها بحوالي 150 جنيه، فجت بتديني الفلوس ما رضيتش اخدها، فقالت لي مش هينفع، وفضلت تتحايل عليا كتير ان اخد الفلوس، لكن انا طبعا رفضت وما خدتش منها حاجه. فشكرتني وقامت مبتسمه في وشي ابتسامه حقيقي عمري ما هنساها. وبعد ما خلصت شغل وقبل ما تروح نزلت سلمت عليا وشكرت، وراحت قايله لي لفظا كده وبلسانها سلام يا حسن. ساعتها قلبي اتخلع من مكانه من كتر الفرح. المهم انا كنت نازل وراها على السلم شفتها بتركب موتوسيكل ورا واحد، على طول جريت سالت عم احمد بتاع الامن مين اللي مس مريم ركبت وراه ده، فرد وقال لي ده يبقى جوزها وبيجي كل يوم ياخدها عشان ما تتبهدلش في المواصلات. المهم ان هو اول ما قال لي كده ومن ساعه اليوم ده وانا قاعد بتقطع من جوايا، مش علشان حاجه، على ال 150 جنيه اللي انا دفعته.